السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، يا أهلا وسهلا بكم. أعزائي المشاهدين، النهاردة هنتفرج مع بعض على طريق الواحات. وطريق الواحات ده يا جماعة هو شريان الحياة في مصر الغربية. طريق الواحات هو أحد أهم الطرق الصحراوية في مصر. الطريق ده يا جماعة بيربط ما بين الواحات البحرية وبيمر بعدة طرق صحراوية خلابة. الطريق ده يا جماعة هو شريان الحياة لسكان الواحات. هنا السكان بيقدروا يتواصلوا مع العالم الخارجي من خلال الطريق الواحات. طبعا الطريق ده بيساهم في تنمية المنطقة اقتصاديا وسياحيا. دي مساكن آخر طريق الواحات. طبعا يا جماعة دلوقتي أنا في آخر طريق الواحات وطالعين على أول الواحات. يعني أول الواحات ده من عند حدائق الأهرام. دلوقتي أنا عند صينية الواحات فوق الكوبري. طبعا الطريق ده رابط ما بين القاهرة وطريق الواحات البحرية، وده بيسهل حركة البضائع والأشخاص اللي بتنتقل من القاهرة إلى الواحات. طبعا الواحات هنا طريق الواحات آخر طريق الواحات ده المصانع 8000 فدان. دي مساكن جديدة في آخر طريق الواحات. فالطريق مميز بصراحة. دي المساكن زي ما احنا قلنا من شوية. كده احنا في اكتوبر يا جماعة. طريق الواحات ده في مدينة 6 اكتوبر. اوله من عند حدائق الاهرام. لو حضرتك جاي من الدائري السياحي او جاي من حدائق الاهرام، اوله من عند او قصدي من الرماية، اوله هيبقى من عند حدائق الاهرام، اخره عند صينية الواحات اللي انا كنت بصور من عندها من شوية. طبعا الناس اللي هتسأل الحمد لله على السلامة ابو جلال، وما كنتش بتصور فيديوهات شوارع مصر ليه والكلام ده. والله يا جماعة انا مش يعني ما زهقتش من شوارع مصر ولا حاجة، بس مش هي دي الشوارع اللي انا كنت عايز اصورها بصراحة. يعني انا في دماغي شوارع مصر ان انا انزل اصور المناطق السياحية الاثرية، اصور مناطق شعبية برضو، اصور الخروجات، اسعارها ايه، خدماتها ايه، الواحد لو حب يخرج فين. الحاجات دي بتبقى مفيدة يعني، بس الحاجات دي برضو مكلفة في الوقت الحالي. علشان كده بصراحة، وغير كده كمان الفيديوهات بتاخد مساحات كبيرة جدا. يعني ممكن الفيديو بقى 20 جيجا 25 جيجا، فأربع 5 فيديوهات كلوا الباقة. وحشتوني بجد، وحشتوني. وإن شاء الله مش هفصل شوارع مصر تاني. يعني إن شاء الله مش هقطع عن شوارع مصر، هكمل في شوارع مصر.
المهم زي ما احنا شايفين كده الدنيا صحراوية خالص لسه. يعني اكتوبر لسه فيها اماكن كتيرة، فيها عمران كتير هيحصل لسه الفترة اللي جاية دي. لان زي ما احنا شايفين كده فيها عماير لسه طالعة، في فيلا لسه جديدة اهي طالعة. دي يا جماعة اسمها محطة المحولات الكهربائية اللي احنا فيها دلوقتي دي. دي ابراج الكهرباء اهي زي ما احنا شايفينها. الناحية التانية الشركة بقى نفسها، شركة المحولات، شركة الكهرباء اللي هي خاصة ب6 أكتوبر. طبعا الطريق هنا زي ما احنا شايفين متقسم ل4 حارات. ادي حارة عندك، دي البطيء اللي هي المفروض بتاعت العربيات النقل، ودي الحارة العادية بتاعت العربيات، والناحية التانية جاي، وبرضه في بطيء الناحية التانية. بس طبعا محدش بيلتزم، هنا تلاقي في نقل وهناك تلاقي في ملاكي عادي جدا يعني. طبعا الطريق اللي احنا عليه ده اكتر عربيات بتمشي عليه العربيات اللي هي النقل الخاصه بالشركات. كرتون تلاقي، سميد تلاقي، اندومي تلاقي، راني تلاقي، كل حاجه. بص معظم الشركات موجوده هنا في 6 اكتوبر في منطقه المصانع. كايرو سيتي سنتر ده مول برضو. ودي جامعه 6 اكتوبر على ايدنا الشمال دلوقتي. ده مبنى صندوق تطوير التعليم يا جماعه على ايدنا اليمين دلوقتي. ده مدخل كومباوند ويست.
دي إدارة مرور 6 أكتوبر اللي على ايدنا اليمين دلوقتي، دي إدارة المرور. كومباوند ريحانة وراه على طول. حدائق أكتوبر طبعا على ايدنا اليمين يا جماعة. اللي على ايدنا اليمين دي لو دخلنا يمين دلوقتي، لو قطعنا الطريق ودخلنا أي شارع يمين هنطلع على حدائق 6 أكتوبر. حدائق 6 أكتوبر دي الجديد، إنما مدينة 6 أكتوبر دي المدينة القديمة العادية اللي هي عند مسجد الحصري، الحي السابع التاني، كل ده قديم. هنا بقى الجديد حدائق أكتوبر. طبعا هيقابلنا دلوقتي بقى كومباوند حدائق الأهرام، هيقابلنا مول مصر، هيقابلنا كومباوند الزهور، الفردوس، هيقابلنا حاجات كتير قوي حلوه. طبعا نادي وادي دجله الناحيه التانيه يا جماعه. تحذير: كاميرا حزام الأمان أو استخدام الهاتف، ثم بعد ذلك كاميرا ثابتة لمراقبة السرعة. الحد الأقصى 80. ده يا جماعه ابلكيشن علشان الرادارات بقت صعبه جدا بصراحه يعني. المخالفات دلوقتي بقت غير الاول خالص. المخالفات دلوقتي مثلا لو مش لابس الحزام تبقى المخالفه ب 300 جنيه، مخالفه سرعه 400 جنيه، ولو عملت نفس المخالفه خلال 6 شهور بتتضاعف المخالفه. ده الرادار يا جماعه على ايدنا اليمين عدى دلوقتي. وطبعا في خصم يعني في وقت كده بيعملوا على المخالفات خصم 50% لو انت دفعتها دلوقتي. ده مول مصر يا جماعه على ايدنا اليمين حاليا. على ايدنا اليمين دلوقتي نادي الاعلاميين الرياضي، على ايد الشمال مول مصر. ده مول مصر يا جماعه، مول جامد جدي، مول التنانين. مدينة الإنتاج الإعلامي على إيد اليمين دلوقتي. هي مدينة الإنتاج الإعلامي في وش مول مصر على طول.
سوق العبور دخلته الدخله دي يا جماعه على يدنا اليمين. دخلوا سوق الجمله بتاع 6 اكتوبر ايام سوري. سوق العبور ده عندنا هناك في مدينه العبور، انما في 6 اكتوبر هنا، فهنا في سوق جمله 6 اكتوبر. طبعا هما الاتنين القاهره، يعني 6 اكتوبر الاول كانت تابعه للجيزه، بعد كده انفصلت عن الجيزه وبقت تابعه للقاهره. اول كومباوند هيقابلنا على يدنا الشمال دلوقتي دريم لاند، قصاده الناحيه التانيه الفردوس. يعني على ايدنا اليمين دلوقتي هيجي الشبراوي اللي هو في البنزينة، تمام، بنزينة وطنية. على ايدنا اليمين وادي الشبراوي، وجنب الشبراوي الدخلة بتاعت كومباوند الفردوس، ده جاي من سوق العبور ده. على ايدنا اليمين ده دريم لاند يا جماعة، كومباوند دريم لاند. لو تفتكر كده قنوات النايل سات كان عليها قناة دريم كانت بتبث من هنا. ده فندق هيلتون، اوتيل هيلتون. طبعا في شغل كتير بيتم هنا اهو. ده شاي، عربيات الشاي كترت بصراحة بس جميلة يعني. دي دريم لاند يا جماعة. لما تخش دريم لاند تحس ان انت دخلت عالم علاء الدين وياسمين، مش ناقصنا غير البساط السحري والفانوس عشان يطلع لنا العفريت. المساجد جوه معمولة بتصميم جميل جدا بصراحة، يعني بجد نفس تصميم علاء الدين المسلسل يعني. دي يا جماعة مدرسة الأهرامات للهندسة، ده معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا. ودي لجنة بتتعمل الصبحية كده عشان خاطر ايه، يشوفوا الناس اللي معاها رخص واللي معاهاش رخص، والعربيات السليمة والعربيات البايظة. دي مدينة الفردوس برضه يا جماعة، ده مدخل واحد حدائق الفردوس. ده مول برضه، بس مول بقى كل حاجه لوحدها، رسلان لوحدها، برينجستون بتاع سيراميك، مش عارف في تنتفكس، كنتاكي، اونزران، الحاجات دي كلها كل حاجه مستقله لوحدها، مش مول كامل متكامل يعني. طبعا عيدنا اليمين دلوقتي دي برضه يا جماعه دي مدارس بايرنز للغات، بايونيرز ام سوري بايونيرز. طبعا لما بنوصل هنا يا جماعه ويقابلك اليافطه الجميله دي وطريق شمال وطريق يمين، هقول لك انا بقى الطريق اليمين ده طريق الفيوم، الطريق ده طريق الدائري بتاع السلام والعاشر. تعالوا نطلع برضو من فوق نكمل طريق الواحات، وبعد كده نبقى نلف ونرجع ونطلع الدائري بتاعنا العادي. لان احنا النهارده ان شاء الله هنتفرج مع بعض على طريق الواحات. واكتبوا لي اعزائي المشاهدين، اكتبوا لي في قلب الكومنتات لو في مناطق معينه نفسكم تشوفوها، سهلوا عليا الموضوع شويه.
يعني عرفوني مثلا تحبوا تشوفوا انهي منطقه، شارع معين، ويا ريت نتفاعل وشير ولايك وسبسكرايب لو سمحت، عشان خاطر ايه؟ تشجيعا لنا للاستمراريه، والا هرجع تاني واتكلم عن التاريخ والجغرافيا وانت حر. لا يا جماعه، كوبري جديد بيجيبك من الطريق الدائري ينزلك على الحدائق الاهرام وعلى حدائق اكتوبر ويطلعك الطريق السياحي. طبعا الاول ما كانش فيه الكوبري ده، فكنا بننزل من على الدائري طريق الواحات ونلف ونرجع تاني. الكوبري ده سهل الموضوع كله، بقى تيجي من الطريق الدائري تنزل على الواحات الاتجاه اللي انت عايزه، بقى في اتجاه حدائق الاهرام وفي اتجاه 6 اكتوبر. من هنا يا جماعة تقدر تخش على جهاز حدائق اكتوبر. طبعا جهاز حدائق اكتوبر شيء، وجهاز 6 اكتوبر شيء تاني خالص. طبعا دي الميكروباصات اللي بتنزل بيك على الدقي، مهندسين، تنزل بيك على الهرم، طلبية، فيصل، ترسا. طبعا الاسكان البديل برضو يا جماعة قدام شوية كده على اليمين. بكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وهو طريق الواحات. احنا كده وصلنا لآخر طريق الواحات. طبعا كان في حتة تانية قدام كده اللي هي بتاعت حدائق الأهرام، بس طبعا دي حدائق الأهرام دي أنا هخليها حلقة لوحدها إن شاء الله. هاجي أصور الطريق اللي بره وهخش المدينة جوه ونصور حدائق الأهرام. اللي عجبته الفكرة يدينا لايك وشير وسبسكرايب يا جماعة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات شوارع مصر مع أبو جلال. بص بقى، الطريق اللي انا ماشي فيه دلوقتي ده يمين زي ما قلت لك، الطريق الدائري، اسكندريه الصحراوي، سوري، طريق الواحات البحريه، ومحور 26 يوليو، ومدينه زويل، الجامعه التكنولوجيه. طبعا كده يا جماعه انا راجع تاني. بكده تكون انتهت حلقه النهارده، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات شوارع مصر. كان معكم ابو جلال، السلام عليكم.